كل يوم ناس كتير بتفقد حاجات مهمة، موبايلات، محافظ، مفاتيح، أوراق، أو ممكن تكون هدية عزيزة عليهم شوية. وفي نفس الوقت في ناس بتلاقي المقتنيات دي لكن ببساطة مش بتعرف توصل لأصحابها. ومن هنا جت فكرة أمانة، منصة ذكية مهمتها إن هي تربط بين فاقد الحاجة واللي لقاها في مكان واحد وآمن، وتخلي فرصة رجوع المفقدات لأصحابها أكبر وأسهل. أمانة هو تطبيق مصري متخصص في إدارة المفقودات والمعصورات، وكمان الإبلاغ عن الممتلكات المسروقة، وكل ده من خلال تجربة استخدام بسيطة وسهلة. لو ضاع منك أي حاجة تقدر في دقايق تعمل بلاغ وتضيف وصف دقيق وصورة ومكان ووقت ما فقدتها وأي تفاصيل ممكن تساعد في التعرف عليها. ولو لقيت حاجة تقدر بنفس السهولة تسجل بلاغ بالحاجة اللي لقيتها بحيث صاحبها يقدر يوصل ليها بطريقة منظمة، بدل بقى ما يعتمد على البوستات العشوائية على السوشيال ميديا. التطبيق بيعتمد على تقنية ذكية جدا بتقارن بين البلاغات وبتدور على أقرب حالات متطابقة بين الحاجات المفقودة وبين الحاجات اللي اتلقت، وده بيزود فرصة إن الحاجات ترجع لأصحابها في أسرع وقت. وكمان دور المنصة موقفش عند المفقودات والمعصورات بس، لا، لكنها بتوفر كمان سجل للممتلكات المسروقة، وده بيساعد على تقليل تداولها، وكمان بيسهل على الأفراد والجهات المختلفة إنهم يتأكدوا من حالتها. واللي بيميز بجد أمانة إنها مش معمولة للأفراد بس، لكن كمان تقدر تستخدمها للجامعات والشركات والمولات والفنادق والمطارات والمستشفيات وحتى الجهات الحكومية، بحيث تبقى نظام موحد لإدارة المفقودات داخل أي مؤسسة. رؤية أمانة إنها تبني مجتمع فيه تعاون وثقة أكتر، بتبدأ من مصر وبعدها هيعتمد في العالم العربي كله، لحد ما تبقى المرجع الأول لأي حد ضاع منه حاجة أو لقى حاجة. لأن كل مستخدم جديد بينضم للمنصة مش مجرد رقم، ده بيزود فرصة إن المقتنيات الحقيقية ترجع لأصحابها، وبيحول الأمانة لنظام ذكي يفيد كل الناس.